السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأخبار جديدة. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. بعد رحيل ميسي ورونالدو الدوري الأسباني في خطر. أكدت الصحف الأسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف. رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه. ميسي يملك في عقده شرطا جزائيا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي بأنه لن يسمح له بالرحيل سوى من يدفع المبلغ. لكن إلى أين سيذهب ميسي؟ ومن سيعوضه في برشلونة؟ برشلونة لن يكون المتأثر الوحيد برحيل ميسي، بل الدوري الأسباني برمته، والذي تأثر بالفعل بعد رحيل كريستيانو رونالدو منذ عامين عن ريال مدريد. رحيل النجمين الأكبر في الليجا سيخفض من عوائد البث والإعلانات بالنسبة لجميع الفرق، ولا يوجد من يعوض ذلك، لا نيمار ولا مبابي ولا صلاح ولا ماني، جميعهم خارج أسبانيا. الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أصبح ضعيفا، وقد يكون للمرة الأولى منذ 15 عاما على الأقل بدون رونالدو أو ميسي. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، ولو أول مرة بتشوفنا وتسمعنا اشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد.